ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سالي. النهارده انا جايه اكلمكم عن حاجه سالت فيها نجيبها منين وبكام وازاي واستخداماته ايه، وهو بنتكلم عن البروتين. اولا كده قبل اي حاجه، البروتين عموما هو اللي بيحسسنا بالشبع اكتر حاجه، فانا عامله نظام غذائي صحي، فحبيت ازود البروتين بتاعي عشان مش ما باكلش قوي بروتين، يعني فراخ ولحمه وسمك كتير بصراحه، فهو ده اللي بيحسسنا بالشبع اكتر، والبيض والكلام ده. فانا حبيت اجيبه علشان يدخل معايا في وصفات ويحسسني بالشبع اكتر. طبعا لما بتحسسك بالشبع اكتر بتقعدي فتره كبيره ما بتاكليش، ما بتعكيش، بيسد الشهيه معانا شويه. الاطفال اللي هم فوق 12 سنه بينفع لهم العبوه دي، وفي اللي اقل من كده من اول 7 سنين بينفع لهم بس عبوه غير دي خالص. دي من اول 12 سنه يقدر الاطفال تاكلها معاكي عادي، او تاكل الحلوى اللي انت هتعملي بيها، تاكل الزبادي عليه بروتين يعوضهم عن البروتين اللي هم طبعا مغلبيننا عليه ومش بياكلوه. انا عايزه اقول لكم ان البروتين بتاع داجو ما حسسنيش بافتر تيست. في ناس كتير، انا عملت سيرش كتير علشان قبل ما اجيبه واكون واثقه فيه، لان هو بيبقى بفلوس يعني، بمبلغ، فمش عملت سيرش عنه وسمعت فيديوهات كتير عنه بتتكلم عن الواي بروتين بتاع داجو، فعجبني جدا بصراحه. قلت طب ليه ما اجربش واجيب اللي هو بالفانيليا، وفي بالفانيليا وفي بالشوكولاته، بس انا قلت انوع واغير في الطعم، فاجيب الفانيليا وادخل انا معاه، لو عوزت بالشوكولاته ادخل معاه كاكاو خام مثلا. بس كده هو ده البروتين. تعالوا بقى نشوفه من جوه. عايزه اقول لكم ان هو بجد بجد بيحسسنا بالشبع قوي لمده طويله جدا. تعالوا بقى نشوفه. بصوا من جوه هو بيبقى بودر كده، عشان الناس اللي ما تعرفوش برضو. وعايزه اقول لكم اهو بيبقى بودر بالشكل ده، بصوا اهو، وبريحه الفانيليا. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان هو السكوب الواحد منه مكتوب عليه 24 جرام بروتين، يعني انت اكنك كلتي قطعه فرخه كبيره يعني، او قطعه صدر مثلا كبير. السكوب الواحد، هو العبوه بتبقى فيها 30 سكوب من البروتين ده، بيبقى فيها الواحده 24 جرام بروتين. كل حاجه بتبقى مكتوبه عليه، ورقم التسجيل بالهيئه القوميه لسلامه الغذاء، كل ده محطوط على العبوه برضه، كل حاجه فيه. وده شكله كده، اللي عايز ياخده سكرين شوت او يخش على الويب سايت بتاعهم على طول يطلبوا منهم هيبقى افضل، لانه سعره اقل من الصيدليات. يعني انا سالت عليه في الصيدليه وفي الويب سايت لقيته اقل فرق 400 500 جنيه كمان. بس فهو بيحسسنا بالشبع مده طويله، طبعا بيخلينا ان احنا ما نعكش في النظام بتاعنا، او ان احنا الناس اللي عامله تكميم بينفعهم طبعا جدا، لانه ما بيقدروش ياكلوا بروتين كتير، فبينفعهم جدا. الناس اللي عايزه تقوي العضلات زينا كده، بنعمل نظام غذائي صحي، عايزين نقوي العضلات بتاعنا عشان ما نخسش عضلات، لا ننزل دهون ما نخسش عضلات. ده بيساعد جدا على الموضوع ده. فعلا بيخليك فاقده الشهيه شويه، بيحسسك بساعات طويله جدا من الشبع. ده مجمل كده الاسئله اللي انا سالت عنها عن الواي بروتين، بتجيبيه منين وكده، واستخداماته ايه، عشان في ناس كتير طبعا ما تعرفش. انا نفسي ما كنتش اعرف عنه قبل كده غير لما جربته بصراحه، وشفت ريفيوهات كتير ان احنا بنبقى محتاجينه في نظامنا الغذائي، او كمتكممين، الناس اللي بتعمل تكميم، او الاطفال اللي هم مش بياكلوا بروتين كويس، فبينفع لهم جدا. والناس الرياضيين طبعا ما بيستغنوش عنه، الناس الرياضيين عشان العضلات فما بيستغنوش عنه. بس ودي كل الاسئله اللي جات لي. اي سؤال انا هرد عليه برضو، كل حاجه.